مالك في ايه؟ عايز احكي معاك. هقول لك كلمة يمكن ما تعجبكش. انت مش فاشل، انت بس مؤجل. يعني ايه مؤجل؟ انا مستني الوقت الصح يا عم. طب عايز اسألك سؤال، هل الوقت الصح ده شكله ايه عندك؟ بيجيلك في شعار ولا بيجيلك في ايميل من ربنا؟ لا بس لما ابقى جاهز. يا حبيبي افهم، انت عمرك ما هتبقى جاهز. الجاهزية دي بتظهر بعد ما تبدأ مش قبل. افهم بقى. اقول لك على حاجة، فاكر اول مرة ركبت عجلة؟ هل كنت مستني تبقى بطل ركوب قبل ما تبدأ، ولا طلعت ووقعت واتعورت وفجأة بقيت انت الاحسن دلوقتي في ركوب العجلة؟ صح، بس دلوقتي الموضوع اكبر من العجلة. بالعكس، العقل لسه هو العقل، ولو فضلت تستنى تبقى مثالي هتفضل واقف مكانك. ما اقول لك على حاجة، ما نأجل لحد الاسبوع اللي جاي. الاسبوع اللي جاي مبشر كده وحاجة حلوة. لا، الاسبوع الجاي هو نفس الاسبوع اللي انت أجلته السنة اللي فاتت. فاكر ولا فكرك؟ انت عمرك ما هتبدأ غير لما تحس انك خسرت وقت كفاية. بس اللي تستنى للوجع، ليه متبدأش دلوقتي خطوة صغيرة حتى لو محدش شايف؟ طب هبدأ ازاي؟ اختار حاجة واحدة واعملها 5 دقايق بس كل يوم. 5 دقايق مش هتكسرك، بس هتكسر العجز اللي ماسكك. وتاني اسبوع هتعرف تمشي، وتالت اسبوع هتتفاجأ بنفسك. وانت مش محتاج لحظة مناسبة، انت محتاج قرار. استنيت اكتر من كده هتلاقي عمرك بيجري من وراك. فابدأ دلوقتي، ولو خطوة واحدة بس. سلام، اشوفكم في اللحظة الجاية.